فهذا كتاب يقول لك تنفذ تنجح، وباش تنفذ لازم لك تكون استراتيجي. لكن لما يكون عندك ذكاء عادي يولي التنفيذ صعب، يا تعاني من تفكير مفرط او فقدان الشغف وتنقل في الافكار، وهذا اللي يخليك تستسلم حتى قبل ما تبدا. وعليها في هذا الفيديو راح نعاونك تطور ذكائك من تفكير عادي الى تفكير استراتيجي. شوفوا، بعد التحليل وبحث لمده 4 أشهر عرفنا حاجه واحده اللي هي اساس النجاح، وهو القرار. ممكن تبان لك حاجه عاديه لكن يعتبر الاساس نتاع اي حاجه في حياتك. كاين بزاف ناس يبداو بيسكو عجبتهم فكره او بدافع الشغف ولا برك بغا يعاند صاحبه، ونتيجتها اولا فقدان الشغف، لانك ما بديتش بمسار مدروس، راك فقط تبحت العاطفه، واي صدمه صغيره باغ اكزومبل تتعب، الملل، تاخر النتائج، تكسر الحماس. دوزيامون تضيع الوقت والطاقه، تحط كل طاقتك في حاجه ما فكرتش فيها مليح، تخسر وقتك مجهودك، وتكتشف وسط الطريق انك ما كنتش واقعي. تفكير مفرط، تولي كل مره تقول زعما ننجح، زعما ستيرو نحط فيها دراهمي، يولي عقلك برك يقول لك راك غير تشكل، غير تستسلم خير لك، لكن في نفس الوقت بديت فيها ولازم تكمل. القرار ما راش مهم برك في مجال النجاح. راح نمدلك مثال نتاع واحد استراتيجي والاخر العادي في حياتهم اليوميه. راح ندو مجال الزواج. نبداو بالاول غير الاستراتيجي. الاول غير الاستراتيجي قرر يتزوج، شاف بنت نوع حجوبي سير سعادتي وشابه وعاقله ومربيه وخلوقه، مهم كي شافها قال سي بون هذه هي اللي نزوج بها. كي تزوج معها عاش معها عامين، لقى بلي عقليتهم يتوالموش. بنت بزاف حشامه ولا هي جاي نوعا ما معقده، ممكن تانيك موسوسه تكره على حياته وهو ما يبغيش هاك، هو يبغي يزعق واوفر صبر وحاول وتعب، بصح في التالي يا يخونها مع وحده تناسبه ولا يطلقها. وهذا كلشي على جال عجبتها فكره بنت فاميليا ومشي قرار واقعي مناسب لشخصيته. روحوا لواحد استراتيجي. هذا الاستراتيجي ما يشوفش مظهر، راح يجربها يشوفها كي تغير، كي تسعف، كي تفرح، اسكو عقلانيه ولا ناضجه ولا عاطفيه بزاف، كيفاش تعامل مع الناس، يسقسيها بعد واش باغي ديري، تخدمي تقعدي في الدار، يعني يحللها ويشوف اذا كانت تناسبه من على 30 عام واكثر، هل هي تناسب نمط حياته، اذا طاحت به، اذا طلعت به، اذا سافر، اذا مرض. كشخص استراتيجي ما لازمش يتاثر بالعاطفه والمظاهر، يركز على الفعاليات ويسقسي ويقول اسكو هذه الحاجه راح تخدمني، راح تزيد من قيمتي زعما، ويشوف احتمالات وتم يعرف اذا ممكن يتقبل بهم او لا. يعني القرار مهم بزاف في حياتك، كسوا في قرايتك، في خدمتك، في التخصص، واش تهدر، كل شيء لازم له قرار عقلاني ومدروس. حياتك هي نتيجه قراراتك، ما تقولش بلي ما نجحتش، تقول بلي ما قررتش صح. وكيفاش ندو قرار؟ اولا واهم لازم قرار يكون بازي على بيانات واقعيه، الى درجه انك تستعمل احصاء، مش احساسك ومشي راي صحابك ومشي حبك لديك الحاجه ومشي الشغف. لازم الارقام، احصائيات، دراسات، تجارب سابقه. قبل ما تختار مشروع شوف السوق واش مطلوب، واش راهم يشرو، شحال يربح، واش الصعوبات، هذه هي المعلومات. مشي تقول في خاطري نبيع بقلاوه باسكو تفكرني بصوري. وايضا الاعتماد على المعطيات الواقعيه كما الاحصاء والارقام، تقدر بهم تقنع الناس باش يساعدوك او يستثمروا فيك. كاين مع البيانات الواقعيه ماشي كل واحد عنده ادوات تحليليه او احصاء، لكن كل واحد يقدر يجرب او يقدر يتعلم تجارب اخرين. التجربه هي اساس اللي تخليك تنفذ بلا خوف بلا تفكير مفرط. ما تقعدش تفلسف بزاف، جرب وشوف وقرر. باغ اكزومبل حكم عينه صغيره من منتوجك وحاول تبيعها في السوق وشوف اذا نجحت، اسكو لازم تغير طريقه التسويق. جرب وشوف اذا تناسبك ولا مش مليحه. لما تجرب لمده طويله وصاي تاكد بلي سي بون راه وقت باش تدي قرار، باش تكمل في هذا الطريق. نديروا حاجه تاليه قبل ما ندو قرار، وهو سو بروجتي. قرار صحيح لازم تشوف فيه المستقبل، شوف منه ل10 سنين، دير احتمالات وشوف السلبيات نتاع داك القرار. اي حاجه في هذه الدنيا عندها السلبي والايجابي. اذا قرارك لاحظ فيه صوالح سلبيين مش يعني داك القرار ما راهش مليح، لا، لازم تطرح سؤال اسكو نجم تاقلم مع السلبيات نتاعه. اذا ما تنساش دائما دير خطه ب، هذا الشيء مهم بزاف. بعد القرار راح نكملوا في التجربه بهدف ان نديروا استراتيجيه مناسبه لينا. التجربه عندها شرط واحد وهي تعيش حاضر. لازم لك تحلل اي حاجه تمشي قدامك، لازم تلاحظ اي فرصه توفر لك، لازم تنتهزها، سقسي وحوس على الانتقاد، جرب وخسر. الاخطاء هما اللي يبنوا استراتيجيه نتاعك، ومع التجربه راح تعدل سلوكك لانك راح تخسر وتنظر وتفرح وتندم، وهذه المشاعر محفز قوي للانضباط. بالتجربه راح تفتح لك الزوايا جامي شفتهم في حياتك، راح تتعرف على الناس، راح يساعدوك، راح يستثمروا فيك لانك راح تبني على الواقع، كاع راهم يشوفوك. التجربه راح تتعلم تفاصيل واقعيه، باغ اكزومبل من تشري مواد اوليه، شكون اللي يقدر يصنع لك، واش من شركه اللي تقدر تعاونك. كي تكمل حاول كل شيء الى خطه عمليه واضحه بخطوات واهداف راح تعتمد عليها، وما راح تبقى غارق في خوف انك تخسر ولا شك، لان عندك خطه مبنيه على تجارب ومشي وهم. وفي النهايه نعطيك نصائح مهمين. اولا اعتمد على قرار واقعي ومدروس، خمم بعقلك وشوف الواقع وقرر، وما تبقاش حابس في راسك. دوزيامون اصدم في الحياه، ماشي كل شيء لازم يكون واضح من الاول، بدا وكي تغلط صحح، المهم بدا. رابعا ما تسقسيش علاش، سقسي كيفاش ندير، واهم سؤال شكون يقدر يعاونني. العمل الجماعي هو اللي يسرع النجاح، ماشي كل شيء لازم ديره وحدك. وبون كوراج.